ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقة جديدة. وشقتنا النهاردة حرفيا ولا غلطة. شقة تفاصيلها ممتعة جدا. شقة حلوة جدا متصممة بتفاصيل عفش، ديكور، اكسسوارز، كل التفاصيل حلوة. مفاجأة بقى هتلاقوها في اخر الفيديو ان الشقة دي كانت لعروسة، بس في حاجة حصلت في نهاية الفيديو. بصوا بقى كده، ده مدخل الشقة. وزي ما حضراتكم شايفين الشغل الهاند ميد اللي على الحيطان، التابلوهات اللي معمولة طبعا بيبقى في فنانين بيعملوها، مش مجرد رسمة وبس. ده المطبخ بتاعنا، بصوا تفاصيل المطبخ قمر حرفيا. المطبخ مفتوح على الريسبشن. حطوا لنا لايك للفيديو النهارده، ولو اول مره نشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا. كل فيديو هنخرج منه بفكره في الديكور، في التجديد، في الاساس. لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي، اكيد كل فيديو هتخرجوا منه بفكره مختلفه. بصوا هنا هندخل على الريسبشن. ريسبشن اللهم بارك، مساحته حلوه قوي، الوانه رائعه. بصوا البوفيه، الجزء الشغل اللي في الجنب زي الحيطه. بصوا هنا السفره. طبعا الشقه كلها مودرن. بصوا تفاصيل القمر. التيبل بتاع التلفزيون، والجزء الارفف او المكتبه كلها. شايفين الاكسسوارز اللي محطوطه. طبعا احنا لما بنشوف الشغل ده على طول بنعرف مين الشركه الرائعه المميزه اللي بتعمل ده. طبعا ارت ديزاين من الشركات المصريه اللي حسها في الديكور وتفاصيل مختلفه. هنتفرج كده على الانتريه. بصوا درجات الانتريه، درجه الاوف وايت مع المستردة. خدنا بالنا كمان من الطابلو اللي في الوش هنا. الترابيزة الباركيه اللي في الأرض تحفة. البورسلين، عارفة البورسلين. ارت ديزاين من الشركات المصرية اللي بتستلم الشقة من حضرتك على الطوب الأحمر. بتعمل تأسيس سباكة، تأسيس كهرباء، نجارة، بيبان، شبابيك، بورسلين، جبسن بورد. حتى الأساس، الأدوات الكهربائية كمان هو المختصين بيها. الشقة حضرتك بتستلمها بالشكل ده. طبعا هو كمان هنا بيتكلم على ان اولا الشركه من الشركات اللي بتتكلم ان التشطيب بالعفش بياخد وقت كتير جدا. عشان كده هما بيفتحوا مره او مرتين في السنه للعملاء، وبعد كده بيقفلوا، لان عشان يسلم حضرتك الديزاين بالتفاصيل دي بالعفش. طبعا هو كمان العفش بيتعمل عموله وفقا للمقاسات، مش بيجيبوا اوض جاهزه من اي معرض موبيليا، لا، لهم الاماكن اللي بتصمم لهم الاساس بالشكل اللي هم عاوزينه. بصوا هنا فتحة المطبخ. شايفين؟ شفنا المطبخ من دخلة تانية والدخلة التانية. بصوا قد ايه السفرة حلوة قوي. انا عندي كذا جزء، كذا قاعدة في الريسبشن، ولكن مش حاسة ان الاماكن، ان المكان ضيق او مضايقني. لا، كل حاجة متصممة في مكانها الصح. هنا كده خلصنا الريسبشن. هندخل بقى على الاوض النوم. عندنا اكتر من حمام. شفنا حمام في الاول بتاع الضيوف، وده حمام تاني. لو لاحظنا ان كل حمام ليه ديزاين مختلف عن التاني، في الالوان، في الحوض، كل تفاصيله مختلفة. بيركزوا على الطبلوهات، على الاكسسوارز، على اللون الاخضر، سواء كان الشجر بقى طبيعي او صناعي. كل ما كان الشقه بتاعتك فيها حاجه باللون الاخضر بتدي روح مختلفه. بصوا هنا، دي اوضه نوم صغننه. بصوا السراير، الستاير، الالوان. السراير هنا ملهاش ظهر، لكن ظهر السرير نفسه كله متنجد بشكل كابوتيني، شكل طولي كده. وهنا فوتيه تحت فوق طابلو، والشاشة في الجنب. بصوا بقى الجميل هنا، شوفوا الدريسنج فين او الدولاب. بصوا ظهر السرير كله متنجد بشكل طولي. مساحة الأوضة هنا مش كبيرة قوي، بس شوفوا بقى الصغير. هنا في الكورنر عامل دريسنج صغنن بمرايات، شكله تحفة، حلو قوي. تصميم دايما هنا تصميمهم عبقري. بتحس ان كل شقة فيها روح مختلفة، وان العفش او الاساس بتاعك بتلاقي قطعة مميزة مصنعة خصيصا لحضرتك. اللهم بارك، شقة قمر، دعوة حلوة لأصحاب البيت. اللهم بارك، ربنا يرزقهم خير البيت اللي هم فيه.
سواء كان هيقعدوا فيه او حاجة تانية، وهنقول في نهاية الفيديو ايه اللي هيحصل. ندخل بقى على الأوضة التانية برضو، بصوا جمالها. دي أوضة برضو أطفال، بس بصوا تصميمها مختلف تماما. الجبسون بورد سيمبل قوي، ودي من الحاجات الجميلة اللي بحبها في الشغل بتاعهم. برضو وجود اللون الأخضر، سواء الشجرة هنا. بصوا جمال بقى الفوتيه اللي موجود اهو. وبرضو شايفين شكل الدريسنج، هو حاطط في النص كنبة، والدريسنج من على الجنبين ومن فوق متقفل. شاشة بكومود طويل. هنا السرير مختلف، بصوا دورين بالشكل ده بسلم. السلم ده كمان أدراج بتتفتح، والجزء اللي تحت السرير ده كمان بيتفتح، فطبعا بيبقى استغلال المساحة رائع. وعلى تصميم تاني للأوضة. ندخل بقى طبعا كده دخلتنا. شايفين الجزء ده الإضاءة واللون في الحيطان. ده حمام تالت. بصوا تفاصيل ألوان الحمام، والرخام اللي محطوط فيه ده باللون الأسود، بس الإضاءة عالية درجات الزرق. تفاصيل محدش بيهتم فيها ابدا في الحمام، في الحمامات. طبعا دايما لما بشوف الحمامات بعرف ان ده شغل ارت ديزاين، لان هو بيهتم بتفاصيل مش كل الشركات بتهتم بيها بالطريقة دي. ده كانت كتير لفيديو النهارده. انتظروا بقى سلسلة فيديوهات، انا بتأخر عليكم بس ان شاء الله يعني واخدة وعد ان انا اشتغل كتير الفترة دي، وهنزل لكم شقق قمر حرفيا. شفنا اوضتين ماستر، وشفنا الريسبشن والحمام بتاع الريسبشن والمطبخ. هندخل طبعا على اسفة اوضتين اطفال. هندخل هنا على الاوضه الماستر. بصوا جمال الاضاءه، التفاصيل في الاوضه تحفه. قبل ما ندخل هنا هنشوف البلكونه. الفيو في البلكونه رهيب، رهيب التصميم، المنظر خيالي. بصوا الجمال. اللهم بارك، يعني ده في الارض ربنا، فما بالنا بالجنه، اللهم وعدنا. بصوا الفيو، بصوا القعده. بيهتم جدا كمان بتشطيبات البلكون والتفاصيل اللي بيبقى فيه. بيحط دايما غالبا فيها شاشة اهو. القعدة طبعا تحفة في البلكونة. وواضح كمان ان الشقة بحري، شايفين الهواء عامل ازاي. اللهم بارك. المنظر رائع طبعا، يعني الفيو كمان مفتوح قوي، فالشقة مش مجروحة خالص، تفاصيلها حلوة جدا. مساحة البلكونة رهيبة، يعني هي واخدة مع معظم الشقة. البلكونه واخده الاطلاله للشقه كلها، تدخلي كل الاوض تلاقيكي بتطلع على البلكونه. دي قاعده تانية كمان في البلكونه، في هنا كمان مرجيحه في النهايه كده. اللهم بارك. يعني بصراحه القعده هنا يعني متقدريش تخرجي من البلكونه خالص من جمالها. ننهي بقى بعد جمال الفيو اللي شفناه القمر ده بالأوضة الماستر. وطبعا البلكونة جزء من الأوضة الماستر، يعني بيبقى مفتوح على البلكونة. لو لاحظنا ان البلكونة واخدة جزء كبير من الريسبشن، شايفين الهواء اللهم بارك. وطبعا فيها باب مفتوح على الأوضة الماستر. بصوا، بصوا بقى كده، ده الفيو اهو اللي احنا خرجنا منه من جمال البلكونة. ودي الأوضة الماستر، سيمبل قوي، تحفة قوي، مريحة طبعا بإطلالة البلكونة. بصوا التصميم. كل الجمال ده كمان الشقة دي معروضة للإيجار